ازيكم؟ الفيديو ده للشباب فقط. هقول لكم على كل الحاجات اللي طبعا اخدت سنين عشان اكتشفها. هقولها لكم في خلال 20 دقيقة في الفيديو ده، بس خليك معايا للاخر عشان في اخر الفيديو هقولك خطوات عملية لازم تعملها عشان توصل لأهدافك في النهاية. الفيديو ده هتكلم فيه عن الحاجات او اكتر الحاجات اللي بتخلي الشباب يقعوا او بتخلي الشباب يعني عندهم خمول او عندهم كده مفيش اهداف، مفيش حركة. الحاجات اللي هقول لكم عليها دي في كتير، وانا متأكد ان في كتير آلاف مننا بيعانوا منها يوميا، ومفيش حد او اغلبنا مفيش حد يقول له ايه الصح وايه الغلط وليه ما تعملش كده. الاهم من ان انت اوعى تعمل كده، الاهم منها ان انت ليه ما تعملش كده، او لو عملت كده نتيجته هيبقى ايه، ولو عملت كده نتيجته هيبقى ايه، ويسيب لي انا الاختيار عشان ما احسش ان انا مجبر. لان الانسان ربنا خلقه حر، ما ينفعش ان حد يقول له لازم تمشي كده او لازم تعمل كده، لازم اكون انا عندي الاختيار. طيب، الحاجة او من الحاجات اللي هي اللي بتخلي معظم الشباب عندهم خمول وعندهم مفيش حركة، مفيش اهداف، مفيش فلوس، مفيش كلها امنيات، وبيفضل يتمنى يتمنى يتمنى. الحاجات اللي بيعملها وهو لوحده في الخلوة. طبعا معظمنا واحنا اطفال بيبقى عندنا الفضول، عايزين نكتشف، عايزين نعرف ليه الحاجة دي عاملة كده، وليه الحاجة دي عاملة كده، وليه انا بحس بكده لما بعمل كده. فالطبيعي او المفروض يكون موجود ان في توعية، وان يكون في الناس اللي جم الحياة دي قبلينا، منهم طبعا عائلتنا او كده، ان هم يقولوا لنا ايه اللي نتوقعه، او ليه الحاجة دي بتحصل، او ليه يعني ربنا مثلا منعها، او ليه كل الكلام ده. طبعا مش كل الناس بتحب تعرف ليه. انا بحب دايما، كان عندي اللي هي حب الاستطلاع، ان انا دايما عايز اعرف ليه قول لي ليه. فحاجة من الحاجات اللي اغلبنا كشباب بنعاني منها في الفترة الاولانية هي ان انت تبقى قاعد لوحدك. بتبقى طبعا عندك رغبات، عندك احاسيس، عندك طاقة، تستوستيرون مش عارف توديه فين، فبالتالي بتستنفذ كل القوة دي في ولا حاجة، في مفيش. شفت مثلا صورة بنت اثارتك او حاجة، فبالتالي ما بتقدرش تتحكم في القوة دي، فبالتالي بتتخلص منها. فالحاجة دي مع الوقت، مع الدراسة، مع القراية، مع الكلام ده كله، بتكتشف ان دي خلاصة قدرة او قوة البني ادم. يعني طبعا انتوا عارفين انا بتكلم عن ايه، اللي اكيد يعني شايفني او دلوقتي متابعني فاهم انا بتكلم عن ايه. والحاجة دي ممكن الناس ما بتديهاش أهمية كافية، أو بيقولك أو تحسها كده ظلامية ضبابية، مش محدش عايز يتكلم عنها، مع إنها من أهم الحاجات اللي بتخليك يا إما تحقق أهدافك وتوصل للي أنت عايزه، أيا كان هو إيه، أيا كان زوجة، فلوس، أهداف، عربيات، أيا كان الحاجة دي، يا إما ما توصلهاش. فاللي بيحدد أنت هتوصل لها أو ما توصلهاش من اهم الحاجات هي الحاجة دي. فعشان كده كان مهم جدا ان انا اعمل الفيديو ده، عشان اكون وصلت الرسالة، واكون يعني برضو ايه، يعني جيت احذرك قبل ما انت تقع في الحاجة دي، او على الاقل اكون انا الشخص اللي انا كان نفسي يبقى موجود زمان وما كانش موجود، ان هو يقول لي ليه ما تعملش كذا.
طبعا انا مش بلوم على اهلي ولا بلوم على اصحابي ولا بلوم على اي حد. كل واحد بيتحط في تجربة مهم جدا يمر بكل الحاجات اللي مر بيها او بيمر بيها، سواء ايجابية او سلبية، ودي المناسبة ليه في الوضع بتاعه والحالة بتاعته والرسالة اللي هو جاي عشان يأديها. فلازم يمر بالحاجات دي، ولو كان الجزء بتاع ان مفيش حد يجي يوجهه في الفترة دي مهم، يبقى لازم هيمر بالجزء ده. طيب خلينا بقى نتكلم عمليا الاول. انا مش هتكلم دينيا، انا هتكلم عمليا، وممكن برضو اتكلم حاجة بسيطة دينيا. عمليا الخلاصة بتاعة الغذاء بتاع جسمك وبتاع عقلك وبتاع اكلك وبتاع الفيتامينات وبتاع الكلام ده كله بيتجمع في اللي هو السائل بتاع الراجل ده. فلما انت دلوقتي بتيجي تشوف حاجة مثلا تستثيرك مثلا او كده، وتقوم تاخد اكشن، تعمل فعل على الحاجة دي، مخك بيفرز دوبامين ان انت حققت حاجة، حققت هدف معين او وصلت للنتيجة. فالدوبامين ده هو بقى طالما انت يعني حققت الحاجة دي، فجسمك بقى يقولك خلاص استريح بقى، طالما انت وصلت للهدف بتاعك ده استريح، خش نام. فيبقى انت اصلا ما عملتش حاجة، تمام، وكل اللي انت شايفه مثلا صورة او ماسك موبايل او ماسك واتيفر، وبعد كده جسمك بيقولك خلاص يا معلم مبروك عليك خش نام. المشكلة بقى ان الحاجة دي بتبقاش مرة واحدة، المشكلة ان الحاجة دي بتبقى ادمان. تعملها مرة تبقى عايز تعملها 2 3 4 5 وبلا نهاية. وده اللوب، الدوامة اللي انت بتدخل فيها لما بتبتدي الموضوع ده. بتدخل في الدوامة ان انت مش عارف تطلع منها. هشرح لك كمان بطريقة علمية اللي بيحصل ان احنا جسمنا فيه طاقة. الطاقة دي بغض النظر برضو عن ايه الطاقة واذا كان في حاجة اسمها طاقة والكلام ده كله، انا بشرح لك بشكل عملي انت ليه بتحس بان انت مش عارف تسيطر على الغرائز بتاعتك. الطاقة دي لما بتكون متجمعة في الجزء اللي تحت، ان انت كل شوية تشوف صورة مثلا تثيرك، تكلم مثلا بنت، تبص في الشارع، مش عارف ايه، انت دايما في حالة stimulation، وكل ما تركز على حاجة كل ما بيظهر لك منها كتير. فيبقى انت ايه، بيبقى انت الطاقة بتاعتك في اليوم متجمعة في الجزء السفلي من جسمك. فلما الطاقة بتاعتك بتبقى متجمعة في الجزء السفلي من جسمك، بتشدك تحت للأرض. الأرض دي اللي هي في باطنها حرفيا نار. في باطن الأرض في البراكين والحاجات اللي جوه قشرة الأرض من جوه، دي النار. فانت كل ما بتتشد لتحت كأنك بتتشد للنار تحت. كل ما بتطلع لفوق، كل ما بتسجد بتصلي مثلا، الطاقة بتاعتك دي بتطلع لفوق لدماغك، فبتتصل اكتر بالخالق. فعشان كده احنا في الصلاة بتاعت المسلمين لما بنسجد بتحط راسك على الارض، فبتنزل الطاقة دي فوق، فبتتصل بشكل اقوى مع الاله او الخالق. طيب، فده بيساعدك ان انت تبقى متحكم في قدراتك، متحكم في الطاقة بتاعتك، ما تبقاش متجمعة كلها تحت. تمام؟ لما انت دلوقتي بتروح كل يوم بتفضي الطاقة دي، الطاقة بتاعتك اللي بتطلع دي فيها كل اهدافك، فيها كل احلامك، فيها رسالتك في الحياة، لدرجة ان هي حرفيا ممكن تخلق بني ادم كامل. الطاقة بتاعتك دي اللي انت بتتخلص منها في الهواء، في ولا حاجة، بتخلق بني ادم كامل. فدي قوتها. فلما هي الحاجة دي ممكن تخلق بني ادم، ممكن كمان تخلق لك ثروة، ممكن تخلق لك توصل لحلم معين، لهدف معين. كل ده خلق 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 خلق. تمام؟ طبعا مش انت اللي بتخلق، هو بأمر ربنا، بس بقول لك الطاقة دي ممكن تقدر تعمل ايه، حاجة قوية جدا.
تمام. فلما انت بقى تتحكم فيها يعني ايه؟ تخليها تفضل في جسمك، فبالتالي بتدخل في كل حتة في جسمك، بتنعش جسمك، ولما بتيجي تصلي بتتصل اقوى بكتير، بالتالي بيبتدي عندك قوة جذب، الطاقة الكهرومغناطيسية بتاعتك بتزيد، بتلاقي الناس بتنجذب لك، البنات يعني اللي حواليك بيبتدوا ينجذبوا لك. تمام. بتبقى عندك قوة اختيار، يعني زي ما تقول انت كده متحكم. فمن اوتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. الحكمة ان انت تبقى متحكم، عندك حكمة، متحكم في الاشياء، متحكم في نفسك، متحكم في رغباتك، متحكم. انا مش عايز اركز على ايه الحاجة الوحشة اللي هتحصل لي لو انا عملتها، انا عايز اركز على ايه الحاجة الحلوة اللي هتحصل لي لو انا اتحكمت في نفسي. الوعد لما يكون واضح بيكون الفعل سهل. لو انا الوعد بتاعي واضح، فعل نفسه هيبقى سهل، مهما كان صعب هيبقى بالنسبة لي، هقول لك مفيش مشكلة هعمله طالما الوعد واضح. لو انا وعدتك دلوقتي قلت لك هديك $1,000,000 بعد 6 شهور، لو مسكت نفسك وركزت وبدأت تروح الجيم كل يوم وبدأت تاكل صحي وبدأت تعمل كذا، بعد 6 شهور هديك $1,000,000. هتعمل الحاجة دي ولا لا؟ اكيد هتقول لي طبعا هعملها. هو ده اللي انت محتاج تعمله. فعلا لو عملت الحاجات دي هيجي لك الحاجة اللي انت عايزها. تمام. فده كده الوعد واضح. انت دلوقتي فهمت السيستم ده بيبقى ماشي ازاي، السيستم بتاع الجسم. طبعا ربنا عامل سيستم معين ان انت تستغل فيه الموضوع ده بقى. فانت دلوقتي لو عملت الحاجة دي مع شخص تاني من غير اللي هو العقد اللي هو ربنا حطه او السيستم اللي ربنا حطه، الطاقة دي برضو بتهدر. مش بس بتهدر، بتجيب لك الاثم ده او السيئات دي او السلبيات دي بتتجمع على القلب، فبتعمل زي ما يكون انت قلبك ده عبارة عن لمبة كبيرة. اللمبة دي كل ما بتجمع عليها آثام او يعني بتعمل ذنوب، بتتجمع حواليها. لو استغفرت ربنا بيشيل لك الذنوب دي، فتبقى المجال الكهرومغناطيسي بتاعك بيبقى قوي، بيجذب فلوس، بيجذب الفرص، بيجذب مش عارف ايه. لما بتتجمع الآثام دي وانت ما بتستغفرش او ما بترجعش لربنا بعد كل غلطة، بتفضل تتجمع لحد ما تلاقي نفسك في قاع تحت الارض حرفيا. فحتى احنا، ما انا بقولكش احنا مش بني ادم، يعني احنا بني ادمين بنغلط، طبيعي جدا ان احنا بنغلط، بس المهم ان احنا نغلط بس وبنرجع مع ان احنا نكون في وعد، في عهد، انا مش هعمل الحاجة دي تاني نهائي خالص. تمام. لو رجعت لها تاني والله بقى دي وزة شيطان ومش مشكلة، برجع تاني، بس عارف السيستم، فاهم انا كده عندي اختيار، اهدافي والحاجات اللي انا عايز اوصل لها والفلوس اللي انا عايز اعملها عشان اساعد الناس اللي انا بحبها، او المتعة اللحظية اللي هي اصلا ما بتستمرش الكام دقيقة دي. تمام. وما فيش منها اي ناتج حقيقي، كله اوهام. الخيار خيارك. فربنا عامل السيستم بتاع اللي هو الجواز ده، او السيستم بتاع العقد، ان انت يبقى في عقد محدد بتوقع عليه واقع شهود مش عارف ايه، عشان يبقى في حماية للمجال ده. لما تيجي تستخدم الطاقة دي تبقى بتضاعف الحاجة دي، الطاقة دي بتتضاعف، بيبقى انت مع الشخص التاني بتعمله فعلا حرفيا، بتجذبوا بقى ليكوا المجال بتاعكوا اكتر بكتير من انت ما تكون شخص واحد لوحدك، ما بتهدرش الطاقة دي. فلما انت بقى بتدعي ربنا وانت محتفظ بالطاقة دي، الدعاء بيبقى مستجاب بشكل اكبر بكتير، لان انت عندك محتفظ بالطاقة جواك، فمجالك الكهرومغناطيسي بيبقى قوي جدا، فتقدر ان انت تطلب يا رب ارزقني ببنت مواصفاتها كذا، عايزها شكلها كذا، عايز عينها كذا، عايز شعرها كذا، عايزها
قريبة منك، عايزها مثلا بتحب الخير للناس، عايزها بتحافظ على شكلها وعلى جسمها، بتاكل اكل صحي، بتعمل مش عارف كل الحاجات اللي انت عايزها بتطلبها زي ما انت عايز بالظبط، وتخلي فيه مواصفات دقيقة عشان لما تجيلك الحاجة دي تعرف ان الحاجة دي جاية من عند ربنا. ما تعرفش يعني ما تجيلكش حاجة عشوائية، مش هتفهم، مش هتكون عارف دي مين بعتها، الشيطان بعتها ولا ربنا هو اللي بعتها. عشان تعرف مين اللي بعتها اطلب صفات محددة. ف في النهاية الخطوات بقى اللي انت تعملها دلوقتي عشان تسيطر على الموضوع ده، اهمها الصلاة في ميعادها. الصلاة في ميعادها لو انت مسلم، طبعا لو انت مسيحي بتشوف طريقة الصلاة بتاعتك فين، او لو انت برضو يهودي بتشوف طريقة الصلاة، او ايا كانت الديانة، المهم ان انت بتلتزم بالصلاة بتاعتك. طيب انا بقول لك على الصلاة بتاعة الاسلام عشان انا مسلم، فتبقى 5 مرات في اليوم مصممة بشكل ان هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، بتسيطر على الرغبات دي، بتظبط بتوازن المجال الطاقي في جسمك عشان تبقى متحكم. ف5 الفجر، 12 الظهر، 4 العصر، 6 المغرب، 8 العشاء، كده انت سيستم متكامل. بعد كده تنام، فانت كده مسيطر على المجال الكهرومغناطيسي بتاعتك. تاني حاجة الحاجات اللي على موبايلك، لو انت مثلا على الانستجرام متابع مثلا بنات بتعمل بشكل معين، الالوجوريثميات اصلا اللي هي الخوارزميه نفسها بترشح لك الحاجه اللي انت بتتفرج عليها كتير. فمجرد ان انت تدوس not interested او غير مهتم على الفيديو ده، بيبتدي الخوارزميه تعرف ان انت مش مهتم بالحاجه دي، فتبطل ان هي توريها لك. فمع الوقت انت مش هتبتدي ما تشوفش الحاجات دي، مش هتشوف الصور دي، الفيديوهات دي مش هتطلع لك لو انت طبعا ما اتفرجتش على الفيديو كامل. لو اتفرجت على الفيديو كامل مش مشكلة، اعمل بس غير مهتم، هيختفي من حياتك. فدي تاني حاجة، ان انت حاول المغريات اللي زي كده، المثيرات، حاول تشيلها من قدامك، ما تقعدش تتفرج عليها، ما تقعدش تانترتينت، اللي هي انت بتديهم قوة اصلا، انت بتيجي تديهم اهتمام بتديهم قوة بينتشروا اكتر، فتحاول ان انت تلغي اصلا الكلام ده كله. تالت حاجة، انت لو في اوضتك دلوقتي وقاعد ما بتعملش حاجة، لازم تتحرك، اطلع من اوضتك، انزل الجيم، انزل اقعد في الشارع، انزل مع اصحابك، انزل اطلع بره، ما تقعدش في اوضتك لوحدك، لان ده الوقت. طبعا مش بقولك ان انت ما تقضيش وقت لوحدك، مهم ان انت تقضي وقت لوحدك، بس تقعد لوحدك في مكان فيه طبيعة، تقعد لوحدك بره، تجيب مثلا ورق وقلم وتكتب افكارك، عايز توصل لايه، حياتك دلوقتي ايه اللي مضايقك، ايه اللي عايز تغيره. مهم ان انت تكتب الحاجات دي على ورق عشان تعرف انت ايه، تشوف قدامك الحاجة فتعرف انت تغيرها ازاي. فلو انت دلوقتي بتقعد في اوضتك كتير، بتقضي وقت في اوضتك كتير، حاول ان انت تطلع ان شاء الله، حتى يعني تقعد بره في الصالة. السرير فقط للنوم، ودي تالت حاجة، السرير فقط للنوم، مش للمذاكرة، مش لللابتوب، مش لأي حاجة غير النوم. لأن أنت لو قعدت دلوقتي، أنا في فعل معين بعمله على لو في كرسي معين، في فعل معين بعمله في الحاجة دي، أنا مخي متبرمج إن أنا أول ما بعد على الكرسي ده هعمل الحاجة دي. فبالتالي الحاجات دي كلها متسجلة في عقلي الباطن، فلازم أخصص مكان محدد لكل حاجة. السرير للنوم، فأول ما أقعد السرير موبايلي بعيد، أنام يعني هنام، مش همسك الموبايل، مش هكلم مش عارف مين، هنام يعني هنام. عايز اكلم بقى حد، عايز اعمل اي حاجة تانية، بطلع مكان تاني، بطلع في البلكونة، بطلع في الصالة، وهكذا. ما اعملش نفس الحاجة ما اعملش الحاجة كلها في مكان واحد، عشان مخي يفهم ان كل فعل ليه مكان مختلف. لو عايز اشتغل او عايز اذاكر، يبقى في مكتب محدد حطه بذاكر عليه، ما ذاكرش في السرير، وهكذا. تمام. رابع حاجة زي ما قلت لكم، اصحى قبل الفجر، هصحى قبل الفجر بساعة، وهدعي بالحاجة اللي انا عايزها بالتحديد. هتدعي بالتحديد، انا عايز يا رب، عايز كذا كذا كذا، انك سميع الدعاء مثلا، او انك انت الوهاب، تدعي برضو باسماء الله الحسنى.
فتدعي بالحاجة اللي انت عايزها بالمواصفات اللي انت عايزها وتشتغل. خلصت اشتغل، ركز على نفسك. لان انا عشان اوصل للحاجة اللي انا عايزها لازم انا اكون الشخص اللي انا عايزه ده. انا لازم انا اصبح الشخص اللي انا عايزه عشان اوصل ان انا يبقى معايا الشخص اللي انا نفسي فيه ده. فلو انا مثلا عايز حد ما بيكذبش، لازم انا اكون شخص ما بكذبش. عايز حد صريح معايا، كلنا عايزين حد يبقى صريح معانا ما يكذبش. لازم انا ابقى ما بكذبش. ما ينفعش انا اكون بكذب والشخص اللي انا يجي لي هيكون صريح معايا، لان دايما الناس بتبقى مرايه ليا، انعكاس افعالهم انعكاس لافعالي. لان ربنا هو المتحكم في الستات، لان هم شخصيات عاطفيه. فالعواطف دي مين متحكم فيها؟ مين متحكم في القمر، في الشمس، في المد والجزر والكلام ده كله؟ ربنا. فلما انت تكون كويس مع ربنا، علاقتك كويسة معاه، هو هيظبط لك كل الحاجات التانية دي اللي هو اصلا متحكم فيها. فبدأ بالحاجة اللي انا عايزها في الوقت اللي هو المحدد ده، وبعدين ببتدي اشتغل في ايه بقى؟ انا دلوقتي معرفش، مش عارف اعمل ايه، يعني معرفش، ما عنديش اي حاجة اشتغل فيها. عندي لابتوب مثلا، عندي كمبيوتر، افتحه وابتدي ادور ازاي اعمل فلوس. بس من هنا خيط، وابتدي من هناك ازاي اعمل كذا. عندك دلوقتي GPT، اساله اعمل كذا ازاي، وابتدي اعمل خطوات من بيتك، من مكانك، من غير ما اطلع اصلا. عندي بقى شغل اوريدي بشتغل في حاجه معينه، ساعتها برضو ايه، اطلب نفس الكلام، انزل ادي احسن حاجه في الشغل ده. لو انا كاره الشغل بتاعي، ادي لنفسي رسالة في الشغل. ممكن اكون انا مثلا بشتغل في البريد، فاعمل مثلا حاجة، اقول انا بروح، احط نية مثلا محددة ان انا بروح عشان اساعد الناس مثلا يوصل لهم رسائل من الناس اللي بيحبوه مثلا. اعمل حاجة مثلا زيادة بحيث الناس لما توصل لها الحاجة دي تنبسط، تفرح. كل ما تعمل حاجة فيها هدف اكتر، كل ما ربنا يديك رسالة اقوى. كل ما انت بتعمل حاجة تافهة اكتر، كل ما ايه رسالتك مش هيبقى ليك رسالة. كل ما تبتدي تعمل حاجة مهمة اكتر، يعني انت نفسك مهما كانت الحاجة دي صغيرة ممكن تعملها بأحسن شكل، بأحسن طريقة، فربنا يأهلك ان انت تعمل حاجة اكبر. وهكذا كل ما تعمل حاجة احسن، ربنا يأهلك ان انت تعمل حاجة اكبر. وكل دور بتاخده ليه مميزات، وليه بيئة جديدة، وليه ادوات جديدة، وليه زي اللعبة بالظبط. اللعبة لما انت بتبتدي فيها معكش اي اسلحة، معكش اي، جسمك ليفل 1 وتبتدي تعمل ليفل، تقعد تعلى في الليفلات، يجي لك لبس جديد، يجي لك اسلحه جديده تستخدمها في مهمات اقوى، وهكذا. هي دي الحياه كلها فيها تطور. لو انت قاعد في مكانك معناها ان انت مزنوق، محبوس في مكان. اطلع منه، ما تقعدش. فانا حاسس بيك لو انت دلوقتي قاعد لوحدك ومش عارف تطلع من الحاجه دي ازاي. قرر، هو الموضوع كله قرار. الحاجات دي من اهم الحاجات اللي انا قلتها لكم، الاربع حاجات دول. خامس حاجة واهم حاجة مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا، ان انت تدعي ربنا ان هو يعني يحفظ فرجك، او يحافظ على قوتك دي. تمام، تدعي ربنا ان هو يساعدك في الحاجة دي. لو انت حاولت تعمل اي حاجة لوحدك هتبقى صعبة جدا جدا جدا. لازم تعمل كل حاجة مع ربنا، تبقى عندك يقين ان هو استمع لك، خلاص سمع الدعاء. تقول له انا هبطل كذا. ممكن تعمل عهد مع ربنا، انا يا رب هبطل كذا، لو بطلت كذا وبعت لي، يعني تعمل عهد مع ربنا، انا هبطل كذا بس بعت لي يا رب حد زي ما انا عايز، بالمواصفات اللي انا عايزها. ماشي، مش بشرط انت بتبتدي تعمل الحاجه دي، انا هبطل يا رب كذا وعارف ان انت هتبعت لي الشخص اللي انا طلبته منك. ماشي، ومش هيجي لك وانت بتدور عليه، هيجي لك وانت مركز على نفسك. تركز على نفسك عشان يظهر لك الشخص اللي انت عايزه،
ودايما دايما دايما احسن حاجات في العالم، احسن بنات في العالم، احسن اشكال، احسن يعني صفات بتنجذب دايما للشخص اللي مركز على نفسه، مش الشخص اللي مركز عليهم. بيسيبوا كل الناس ويروحوا القطط، بيسيب كل الناس اللي في الأوضة بتروح للشخص اللي هو مش فارق معاهم. اتمنى يكون الفيديو ده مفيد. لو كان مفيد اكتب لي في التعليقات تحت انت بتتفرج على الفيديو ده منين. مهم بالنسبة لي ان انا اعرف. وما تنساش لو انت مش عايز تشوفني تاني مفيش مشكلة، اتشرفت بيك. لو عايز تشوفني تاني اضغط على السبسكرايب تحت، وان شاء الله في يوم من الايام ممكن نتقابل، ممكن نكون صحاب، مين عارف، الدنيا صغيرة. واشوفك على خير.